ازاي اعزز واحفز من سرعة البديهة بتاعتي واتعلم فنون الرد وسرعة الرد في المواقف الحرجة مع الاشخاص المستفزين، هو موضوع حلقتنا النهاردة. الحقيقة الموضوع ده تناولته بمنظور آخر في فيديو سابق تحت عنوان فن الرد وسرعة البديهة. تناولت فيه أهمية الوعي، إن احنا نعرف نرد أو إن احنا مفروض نرد، إنه مش عيب إن احنا نرد، إن احنا اتعلمنا إن عدم الرد والاستسلام أو بلع الإهانات أو بلع الاستفزاز لما يجي من الأشخاص المستفزة إن ده ضرب من ضروب الأدب. النهاردة هنتكلم عن إزاي أدرب دماغي إن هو دايما يكون في حالة انتباه لو حصل لي رد سخيف او لو سمعت رد سخيف او حد استفزني بالكلام. حقيقة الرد بيجيلنا، الرد احنا بيجيلنا وبنفكر فيه بس بعد ما الموقف يكون راح وبعد ما الموقف يعدي وبيكون هدي. يعني اذا التريك في ان بعد ما بنهدى بيجيلنا الرد. يبقى احنا عايزين نتعلم النهارده ازاي اهدي نفسي او ادرب دماغي ان انا اكون في اللحظه اللي فيها السخافه او الرد المستفز، ازاي ان انا اكون هاديه من جوايا في وضع ستاند باي، انه ممكن اول ما احس ان الشخص ده بيستفزني او عايز ان هو يسخف عليا، ازاي ان انا اكون عندي المايند سيت بتاعي او التدريب الذهني بتاعي في حاله تسمح ان انا على طول ارد الاساءه بالرد المناسب في اللحظه المناسبه. اول حاجه تساعدني ان انا يكون دماغي هادي ومستعد دايما وفي حاله صحيه جيده علشان يرد اي اساءه عليا، ان انا لازم اكون عندي ثقه بنفسي، لازم تكون صورتي الذاتيه عن نفسي جيده. يعني راي الناس مش فارق عندي، كلام الناس مش فارق عندي، اي اساءه او اي اتاك او اي كلمه بتطبط عليا زي ما بيقولوا بتيجي من عند الناس، انا مش فارق عندي. ليه؟ انا مكتفيه بنفسي، انا مكتفيه بذاتي، انا واثقه من نفسي، لان الثقه بالنفس بتعزز اوتوماتيك الثبات الانفعالي. هو ده اللي احنا محتاجينه في اللحظه دي، لحظه السخافه او لحظه ان حد بيعمل عليك اتاك، ان هو يقول لك رد يستفزك. اللحظه دي هي القاتله، ان انا لازم اكون محافظه على ثباتي الانفعالي. هقول لكم موقف حصل لي انا شخصيا وهندلته الحمد لله، بكل شياكه او بان انا اديت رد ذكي. انتوا عارفين ان العنصريه في اوروبا احيانا بتبقى سخيفه جدا. انا كنت مره في الشغل في البنك، وكنت واقفه وكنت حاسه ان الست دي مش طايقاني بصوره او باخرى. احنا دايما بنحس في الاشخاص اللي بيستفزونا من بعيد ان في كيمياء سلبيه ما بينهم كده. فانا كنت حاسه ان هي انا عاجلا او اجلا هتيجي تشبك في خناقي. فاشتغلت عادي في شغلي، لكني كنت متوقعه ان هي ممكن تعمل اتاك عندي. فعلا حصل، قربت مني وبصباحها كده عليا بتقول لي تعرفي ان انا اول مره في حياتي اشوف واحده اجنبيه لا ومغطيه شعرها وكمان شغاله في بنك. انا كان عندي كذا اوبشن او كذا اختيار، ان انا اعيط، ان انا انفعل، ان انا ارد عليها بقله ادب واقول لها انت ايه اللي انت بتقوليه ده، شوفي كلامك، شوفي طريقتك، ايه ممكن اعمل اي حاجه. بس لو عملت كده هيحصل اسكاليشن، معناها انا مش هاخد حقي وهي هتفرح ان هي استفزتني. انا بصيت لها قلت لها طيب، يبقى انت لازم تشكريني لانك بسببي نلتي شرف انك تعيشي اللحظه دي مره واحده من عمرك. هي بتقول ان هي عمرها ما شافت، ده معناها بالنسبه لها حاجه جميله، يبقى انت لازم تاخد الموقف وتقلبه على اللي قصادك. فقلت لها، بصيت لها في عينيها وقلت لها الكلمتين دول وابتسمت لها واتغيرت ومشيت. ثباتي الانفعالي خلاني ان انا اعرف ارد، وبعدها الموقف بيروح وخلاص، بتبقى فخور بنفسك، فخور بانجازاتك. موقف تاني من التاريخ من نيلسون مانديلا، يمكن تكونوا عارفينه. نيلسون مانديلا كان في المطعم بتاع الكليه، البروفيسور بتاعه كان بيكرهه، كان اسمه بيتر. فبيتر خد الصينيه بتاعته، خد الاكل بتاعه وقعد. فنيلسون مانديلا طلع حظه ان هو قاعد جنب البروفيسور بتاعه، فبيقول له البروفيسور بتاعه قال له انت عارف ان الخنازير والطيور ما ينفعش يجتمعوا على مائده واحده. فنيلسون مانديلا قال له تقلق يا سيدي، اذا لابد ان احلق بعيدا عنك. وخدت الصينيه بتاعته راح قعد في حته تانية. معناها بكل بساطه بيقولوا انت الخنزير وانا الطير. اقلب، تعرف تقلب ازاي الدفع على اللي قصادك لما تكون عندك ثقه بنفسك وثباتك الانفعالي وحابب نفسك وواثق من نفسك وعارف ان انت محدش يقدر يخدش حدودك النفسيه. الحاجه التانية المهمه ان انا اعرف كده احط في دماغي المايند سيت بتاعي ان الاهانه اللي بتتقال لي ما اخدهاش بصوره شخصيه.
حتى لو هي بالفعل متوجهه لي، لكنها ما اخدهاش بصوره شخصيه. يعني زي المثال بتاع الست اللي بتقول لي مش عارفه ايه، انا المفروض ما خدتهاش بصوره شخصيه. خلاص، الاهانه اللي طالعه من الشخص المستفز عشان هو اصلا شخصيه مستفزه وشخص قليل الادب، بالظبط كده اعتبرها زي الطوبه. لو حد حدف طوبه في وشك، انت هتعمل ايه؟ هل هتاخد الطوبه تقول الله شكرا دي جميله، ولا على الاقل هتاخد الطوبه وتحطها على جنب، او هتاخد الطوبه وترجعها له في وشه تاني؟ فهي دي الاهانه، هي دي المفروض يكون مفهومك عن الاهانه. ما خدهاش بصفه شخصيه، لاني لو خدتها بصفه شخصيه هتلاقيك غصب عنك قعدت في دور الضحيه. الدور الضحيه اللي هو يا عيني متلقي الاهانه من الاخرين، وطالما قعدت في دور الضحيه هتلاقي نفسك غصب عنك بتدافع عن نفسك وبتبرر وبتقول لا والله انا مش كده، وازاي تفكر عني كده، وايه وتعيط ويطلع الانفعالات عليك. يبقى اذا الاهانه بعملها على ان هي بينج بونج، حد حدف لي كوره انا بحدفها عليه تاني، عشان دي بتخليني اعرف افكر بسرعه ازاي ان انا ارد له الاهانه. الموقف بتاع جورج برنارد شو برضو ده مشهور، ان هو كان قاعد زي في مؤتمر صحفي، وواحد من الصحفيين طلع قال له انت يا برنارد شو انت بتكتب بحثا عن المال، لكن انا بكتب بحثا عن الشرف. فبرنارد شو قال له كل واحد فينا بيكتب بحثا عما ينقصه. يعني معناها انت ناقصك الشرف، انا ناقصني المال، انا يعني لا يضرني ان انا ناقصني المال. فشوفوا ان ازاي ان انا اعمل الكلام ما خدهاش بشوفه شخصيه وقال له لا ليه انت بتقول انا وانا فقير ده انا معايا. انت ما تدافعش عن نفسك نهائي، انت ما تدافعش عن نفسك نهائي، لان الهنا مش موجهه ليه. الحاجه الثالثه اللي لازم نتعلمها ان انا اطبق على طول نظريه الموجب والسالب. نظريه الموجب والسالب في علم التواصل او في فنون الرد اللي هي ايه؟ اللي هو اذا كان اللي قصادك في سالب يبقى انا لازم على طول ابقى في الموجب. اللي قصادي عصبي يبقى انا على طول لازم اعرف ان انا اكون هادي. اللي قصادي قليل الادب يبقى انا لازم اعرف ان انا اكون مؤدب. مؤدب يعني معناها مش خنوع، مؤدب يعني معناها اخد بالي من الكلام اللي انا بقوله. فالسالب لما انا اتعامل معاه بموجب انا اللي بكسب، لكن لو السالب دفعني باسلوبه الوضيع ان انا ابقى سالب يعني معناها ان انا اتنرفز الموقف، مش هعرف ارد كويس، او ممكن هسكت واخد الاهانه والرد يجي لي بعدين. طيب ازاي ان انا في التو اللحظه اقدر ان انا اتحكم في مشاعري ان انا اكون موجب؟ يعني حد بيقل ادبه عليا وعايزه اهدي من نفسي وما انفجرش فيه. طريقتين. اول طريقه ان انا لساني في سقف حلقي لمده ثانيه، لساني في سقف حلقي، لان غصب عنك لما بتعمل كده بتاخد نفس، يعني بتتنفس. جربوها كده، الموضوع ده مجرب على فكره. لساني في حلقي وبترجع خطوتين لورا. يبقى لما حتى اللي قصادي بيكلمني او بيحاول ان هو يعني يقرب مني او يديلي اي كلمه سخيفه، بربع خطوتين لورا وعناية في عينيه. الرجوع لورا وعينيك في عينيه بيرهبه. ما تسالنيش ازاي، ده تكنيك مجرب. اخر تكنيك التدريب المستمر. التدريب المستمر يعني ان انا اتدرب قدام المرايه. لو انا فعلا عندي شيء مضايقني او شخص مضايقني في حياتي دايما بيهزق فيا ومش عارفه اتخلص من التهزيق بتاعه، او على طول كل ما يشوفني يسفسفني كده ويصغرني، وانا لما بشوفه ما بقاش عارفه، يعني لساني بيتكبل ودماغي ما بيعرفش يفكر. فانا لازم اتدرب تدريب مستمر. اعمل ازاي التدريب المستمر ده؟ قدام المرايه، بس انا اتخيل ان الشخص ده قصادي وهرتجل اول 5 دقائق، هرتجل، قول اي حاجه تيجي في دماغك، ما ترتبش الكلام. ومع التدريب المستمر هتتخيل ان هو بيقول لك اهانه معينه او اهانه من حاجه سابقه، انت فاشل، انت تخين، انت ما اعرفش، على حسب اللي بيوجه لك، فتعرف ان انت ترد عليه ازاي، او تعرف ان انت تعمل اكتنج او تمثل ان انت بتتجاهله او بتبص له في عينيه. التكنيك ده مستخدم للناس اللي هي ما بتعرفش تتكلم خالص، اللي هي اول ما حد يدي لها اهانه يعني ما بتعرفش تعمل اي حاجه خالص، لسانها بيتكبل. فلازم ان انا افضل اتكلم تدريب مستمر 5 دقائق يوميا علشان اطلع عن نفسي من منطقه الراحه او من منطقه الخوف ان انا اتكلم حد. خلينا دلوقتي نستعرض بعض مواقف من الحاجات اليوميه الشائعه جدا اللي بتضايقنا اللي بتقابلنا، ونعرف ازاي ان احنا نرد عليها. يعني مثلا زي ايه؟ زي 2 مثلا متجوزين جديد ومأجلين الخلف، عايزين يخلفوا، وتلاقي مثلا حد يسألهم انتوا ما خلفتوش ليه، او انتوا هتخلفوا امتى؟ ممكن في الحالة دي اتجاهل، مش شرط ان انا ارد، ابص في عين اللي قصادي وابتسم واكسفه ان هو سأل السؤال، واغير وشي الناحية التانية.
او اعمل اي حاجه. انا الحاجات بالذات دي ما يتسالش عنها، اللي هي هتخلفوا امتى، او ابنكم معوق ليه، او الحاجات اللي هي الحاجات اللي الاسره بتبقى بتحب ان هي تتكتم عليها، لانها حاجات يعني مش شرط ان هي تطلع للعالم الخارجي. فانا من حقي ان انا اتجاهل، او من حقي ان انا ما اردش. السؤال الشائع دايما اللي الناس بتزعل منه، او الناس اللي بتتضايق منه، وانا اتسالته كذا مره، اللي هو انت بتكسبي كام، او انت دخلك قد ايه. في طريقتين، يا اما ان انا الطريقه دي ممكن كمان استخدمها في سؤال عن العمر، ان انا اقول رقم، اي رقم يجي على بالي، اي رقم يكون بالنسبه لي ولا حاجه، واقول كذا وشويه. يعني انت بتكسبي قد ايه، اقول 500 وشويه. 500 دي بقى على حسب في بلدك، 500 دي حاجه كتيره هتقلل، ال 500 دي حاجه قليله في بلدك هتعلي ودول 1000 وشويه على حسب. يبقى لو الشخص اللي بيقصدك بيسالك هتقول له 500 وشويه. لو ما بيشتغلش هتقول له كده. طب لو بيشتغل هتقول له ايه؟ اقل منك بحبه بسيطه. هو انت كده شغلته بنفسه. كذلك السؤال عن العمر، في ستات ما بتحبش تتسال عن سنها، بس لو انا مش عايزه اجاوب هستخدم نفس التكنيك وهقول 18 وشويه، الحمد لله بلغت سن الرشد. يعني 30 وشويه، الشويه دي انت اللي تحدديها، ممكن تكون 3 سنين على 30، ممكن تكون 10 سنين، ممكن تكون 20 سنه، محدش له حاجه عندك. او هقول له اكبر منك ب5 سنين، او اكبر منك بشويه، او اصغر منك بحبتين، يعني ان انا ادخله او في متاهات. الناس بتسال عن السياسه، التوجه السياسي، هو انت مع دول ولا مع فلان؟ انا عادي جدا ممكن اقول لك انا مع نفسي. او انت انتخبت دول ولا دول؟ انا انتخبت، انا رئيس جمهوريه نفسي، انا انتخبت نفسي. اي حاجه، اي حاجه بتتوه بيها اللي قصادك عن ان هو ياخد منك رد قاطع. ممكن كمان ارد على الاسئله بتاعه اللبس اللي احنا لابسينه. في ناس تسال الجاكيت ده جايبه منين، او الساعه دي جايبها منين، او الساعه دي بكام. احيانا مش بنبقى عايزين نقول يا اما الحاجه اللي انا جايباها رخيصه وكنت جايباها في تخفيض ومش عايزه اقول ان هي في تخفيض، يا اما الحاجه اللي انا جايباها فعلا غاليه، او فعلا براند غالي وماركه غاليه، ومش عايزه اقول للناس ان انا صرفت المبلغ ده في الحاجه الفلانيه. فمش شرط، مش ملزوم ان انت تقول للناس. فاعمل ايه بدل ما اقول له ما يعنيكش ومفروض ان انت ما تسالش عن حاجه زي كده؟ لا، ممكن عادي جدا اقول ياه انا مش فاكره اكلت ايه امبارح، معقوله هفتكر انا ده انا جايباها من فتره طويله، معقوله هفتكر انا جبتها منين، او معقوله هفتكر انا جبتها بكام. ممكن اقول رد تاني، اقول والله عجبتك، مبسوطه جدا، دي كانت هديه من مامتي، اختي، جوزي، اي حد. الناس اللي بتسأل عن الحالة الاجتماعية، في ممكن تكون بنت اتأخرت في الجواز ومش عايزة ان هي يعني تقول ان هي لسه ما توفقتش، او في ممكن يكون ناس منفصلين. فانا ممكن على حسب درجة الشخص، يعني عزيته عندي او قربه مني، ممكن استخدم يعني بعض الردود عن طريق استخدام بعض المقولات المأثورة. ان انا اقول لا، هو انت ما سمعتش عن المقولة اللي بتقول من تدخل فيما لا يعنيه نال ما لا يرضيه؟ اسكته بس بطريقه سخيفه، لان هو اللي ابتدى ان هو يسال وتدخل وحط مناخيره في حياتك الشخصيه، فهو برضو لازم يعني ايه، يعني يتلسع. لازم يعني تديله شويه يعني على دماغه، علشان يحرم ان هو يحاول مره تانية. او في تكنيك تاني بنستخدمه مع الناس اللي هم قريبين مننا وبيسخفوا معانا دايما. يعني دايما سؤال كتير يجي يقول لك ايه، عايزين نعرف سرعه الرد، اتعامل مع حماتي ازاي؟ اتعامل مع حماتي اللي دايما رايحه جايه تقول لي انت قصيره، او انت تخينه، او انت مناخيرك كبيره، او مش عارفه ايه. التعامل في الحاله دي ما زعلش، ولا اخد بشوفه شخصيه، ولا الحاجات الثلاثه اللي انا قلتها، اللي هو انا مكتفيه بذاتي، انا مش هاممني راي حماتي فيا، ولا راي صاحبتي فيا، ولا راي ابويا ولا اخويا ولا جوزي. انا مكتفيه، انا حابه نفسي دايما. فاستخدم اسلوب الكومبلمنت. الكومبلمنت اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا بديها توكيد بكومبلمنت، اللي هو ايه ده يا طنط، بجد انت عرفتي الموضوع ده لوحدك؟ انت اكتشفتي، انت لسه مكتشفه دلوقتي ان انا قصيره؟ خاصه لما بيكون في فتره طويله عارفين فيها بعض، فانت بتدي لها التوكيد الغير متوقع. انا قلت عليه فيديو قبل كده، بس بتزودي عليه كومبلمنت، اللي هو ايه ده بجد يا طنط، انت ممتازه، برافو عليكي، انت لسه عارفه دلوقتي ان انا قصيره، او ان انت عارفه دلوقتي ان انا مناخيري كبيره. في ناس ممكن تعيب على هدومك، يعني ممكن تقول لك يعني هو حلو الهدوم، بس لو كنت عملت كذا مع كذا كان هيبقى افضل، او لو كنت اشتريتي لبستي الطرحه الفلانيه، يعني خاصه على حسب الطريقه. في ناس بتبقى غرضها ان هي تقلل منك، اللي هو انت لو كنت عملت ده على ده ماشي ماشي، لو كنت عملت ده على ده كان افضل. ارد في الحاله دي اقول ايه؟ برده بالكومبلمنت، اللي هو ميرسي جدا، بس تعرفي انه فعلا فعلا الحمد لله ان احنا مختلفين. ما هو بيقول لك بقى لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. بكل هدوء وبكل اريحيه، لان انا رايها مش هاممني ولا رايه هاممني. انا عاجبه نفسي كده، انا مبسوطه، يبقى انا ادي اقلب الدفه على اللي قصادي، ادي كومبلمنت، هدوء، نظرتي في عين اللي قصادي،
واحضر نفسي. لو انا استخدمت التكنيك ده وحضرت نفسي على طول ان انا عندي ثقه بنفسي وعندي اكتفاء ذاتي وعندي ثبات انفعالي وعندي احساس ان انا مش عايزه اعيش دور الضحيه، وعندي احساس ان انا يعني مش هاخد الاهانه بصفه شخصيه، صدقوني صدقوني هتقدروا تطبقوا الحاجات دي، وصدقوني هتتعلموها وبتيجي بالوقت. انا في الاخر نفسي اوجه كلمه للناس السخفاء قلالات الادب المستفزين اللي هم بيتخصصوا في ان هم يضايقوا الناس، او ان هم يعملوا يعني يسخفوا على الناس بالردود. انا عايزه اقول لهم ان الكلام فن وصناعه، اللي هو فن صناعه الكلام. الكلام صناعه زي بالظبط هنقول صناعه القماش. القماش ده بيبقى توب، التوب ده انا ممكن اعمل منه حاجه واو، حاجه جميله، حاجه ممكن تطلع براند، وممكن التوب ده اعمل منه حاجه سيئه للغايه او حاجه رخيصه. فاذا الكلمه الواحده ممكن تصنع وتبني وتعلي وتفتح النفس وتجيب كده طاقة إيجابية وتخلي الواحد يفرح ومبسوط في حياته. وفي كلمة ممكن تسد النفس، ممكن تجيب اكتئاب، ممكن تبقى زي السهم بتخترق القلب وينزف، وبعدها فعلا يعني ما ينفعش ان هو يعني الجراح دي تنضب. فعلشان كده يعني محتاجين ان احنا نحسس على كلامنا، نحسس على كلامنا. لكن للأسف لو الناس ما حسستش على كلامها، يبقى انا اللي لازم اكتسب فن الرد واكون محضره نفسي ان انا دافع عن نفسي، ودافع عن نفسي بكل هدوء واعلي ثقتي بنفسي. تذكروا دائما ان سرعه البديهه لها علاقه وطيده بحبك لنفسك ونظرتك الذاتيه لنفسك. واتمنى للجميع انهم يكونوا استفادوا وتقدروا تطبقوا. وتابعوني.